ونرجع ونقول مسا عليك يا صاحبي. اراهنك انك وانت بتتفرج معايا دلوقتي الموبايل بتاعك سايب لك الرساله دي. طب ما تيجي كده نروق على التليفون بتاعنا ونفضي مساحه ونمسح الحاجات اللي ملهاش لازمه، ومن غير ما نمسح اي بيانات احنا محتاجينها زي الصور او الفيديوهات او اي شات موجود على الواتساب او الاغاني والكلام ده كله. اعمل لي لايك وفولو ويلا بينا نخش بالانترو. اول حاجه هنفتح الملفات، نركز كده على مكان التخزين. انا عندي 128، في منهم مليان 127، يعني انا عندي جيجا واحده فاضيه. طيب نخش بقى نشوف هنفضي مساحه ازاي. نخش على مكان التخزين، اندرويد، بعد كده ميديا، وبعد كده نخش على ملف بتاع واتساب. نخش على الداتابيز اللي هو ده. الملف دوت النسخ الاحتياطي اللي بيعمله الواتساب كل يومين او كل 3 او كل اسبوع على حسب ما انت محدد له. هو كده كده بيعمل نسخ كل كام يوم، فالبيانات كده كده محفوظة عندك. الملف ده اول حاجة هنمسحه، وبعدين نخش على واتساب اوديو. دي الملفات اللي انت بتبقى باعتها، بس انا مش باعت حاجة. نخش على الصور اللي انت بتبعتها. دي اي صور انت بتبعتها لاي حد من صحابك بعد اي خروجه بتبقى متسجلة. انا طبعا عشان بمسح اول باول كل اللي موجود 89 صورة. طب نحدد كده نشوف هيبقوا المساحة قد ايه. دول واخدين 12 ميجا، وانا لسه ماسح الصور اول امبارح مثلا. انت تخيل اصلا ما دخلتش على الملف دوت، انت ممكن تخش تلاقي ان هو واخد مثلا معاك سكة 500 ميجا او 600 ميجا ولا حاجة. نمسح دول. بعد كده نخش على واتساب فيديو، لو انت في اي فيديوهات بعتها لاصحابك او اي حاجة. طب حمل كده، حدد. دول واخدين 23 ميجا، وبرضه انا بمسحهم اول باول. فانت تخيل لو ما دخلتش انت على الملف دوت ومسحتهم هيكون المساحة بتاعتهم اللي موجودة على الموبايل عندك قد ايه. طب امسح دول. وبعد كده عندك الفويس نوت، بس ده على حسب انت ليك اختياري. لو انت ما بتحبش تحتفظ بالفويس نوت ممكن تمسحهم كلهم. ممكن ملف الفويس نوت عندك ممكن ياخد اكتر من جيجا او جيجا ونص. انا ملف الفويس نوت عندي واخد 2 جيجا 870 ميجا، يعني داخله في 3 جيجا. انت ودماغك بقى بتحب تمسحه او بتسيبه. طيب احنا كده خلصنا الواتس. نخش على الضبط، تطبيقات. نخش مثلا على يوتيوب. الذاكرة المؤقتة دي اهم حاجة هنشتغل عليها في حتة التطبيقات. بص الذاكرة المؤقتة اللي في اليوتيوب كام؟ 112 ميجا ذاكرة مؤقتة، بس هو محتفظ بيها. انت لو مسحتها انت ولا هتمسح اي بيانات ولا اي حاجة. دوس على مسح التخزين مؤقت. 112 ميجا فيديو من عندك. طيب مسح البيانات اللي هي دي لو مسحناها احنا هنمسح اي فيديو احنا منزلينه بحيث ان احنا نتفرج عليه والنت فاصل. لو مسحنا البيانات بتاعه يوتيوب انت ودماغك بقى، لو انت منزل فيديوهات حابب تتفرج عليها والنت فاصل ما تمسحش البيانات. بس هم عموما واخدين عندي 400 ميجا، انت ممكن يكون عندك اكتر او اقل. طب نشوف حاجة تانية غير اليوتيوب. نجرب مثلا تطبيق بيكس ارت. تطبيق بيكس ارت فيه 2 ميجا ذاكرة مؤقتة. طب دول نمسحهم، وفي بيانات 521 يعني حوالي نص جيجا. طب هل دول لو مسحتهم هيحصل حاجة؟ تمام، نمسح كده البيانات. مسح البيانات هو تحت على اليمين. بس كده مسحنا البيانات بتاعت التطبيق.
نخش على الابلكيشن كده نجربه. هيتعامل معاك على انك لسه بتفتح الابلكيشن اول مره. اديله الاذن سماح. كل حاجه موجوده زي ما هي، تقدر تعدل على اي حاجه، الافكتات لسه موجوده عندك، كل حاجه زي ما هي، مفيش اي حاجه اتغيرت ولا مسح اي حاجه قديمه ولا حصل اي حاجه. يبقى انت كده فضيت مساحه ما كانش ليها لازمه في الابلكيشن ده. طب نجرب ابلكيشن تاني زي ايه مثلا؟ انستجرام. مكان التخزين انستجرام فيه 166 ميجا فاضيه، ده تخزين مؤقت بعيد عن البيانات. امسح. طيب البيانات دي لو مسحتها، البيانات اللي في انستجرام دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كذا اكونت اللي انت بتبقى داخل بيهم. انا واحد عندي 2 اكونت انستجرام، انا لو مسحت البيانات دي هيطلب مني بعد كده ان انا ادخل الباسورد والايميل بتاع ال2 اكونت. فانا يعني تجنبا لوجع الدماغ، انا كده كده ما بمسحش البيانات اللي في اي ابلكيشن انا عامل فيه اكتر من اكونت، زي مثلا انستجرام، فيسبوك، الكلام ده كله، فانا هسيبها عادي. ممكن نجرب في ايه تاني؟ ابلكيشن مثلا زي تيك توك. انا تعب نفسي ليه؟ تيك توك. طيب مكان التخزين تيك توك فيه ذاكرة مؤقتة 37 ميجا، نمسحها. البيانات اللي في تيك توك تمام جيجا و301. متخيلين الحجم؟ طب تعالوا كده نمسح البيانات دي الاول، بس نفتح الداتا، نخش على الابلكيشن، نبص بصه ونشوف الدنيا فيها ايه، ونرجع تاني. افتح تيك توك واعمل لي فولو هناك لو مش عامل. ده الاكونت بتاعي، كل حاجه موجوده والدنيا تمام، مفيش اي حاجه. طيب نمسح البيانات. هنمسح البيانات من تحت على اليمين، مسح البيانات، امسح، مسح. فض عندك الجيجا و300، يعني حوالي جيجا وربع. طب خش على الابلكيشن تاني، هيتعامل معاك برضه على انك لسه بتفتح الابلكيشن اول مره. ماشي، تخطي، ماشي، ابدأ. ملف الشخصي، كل حاجة زي ما هي، مفيش أي حاجة اختلفت، البيانات اللي موجودة هي ولا في متابع ناقص ولا في متابع زائد يعني هي كل حاجة هي زي ما هي. بس كل اللي انت كسبته ان انت فضيت حوالي جيجا ونص، الابليكيشن كان محتفظ بيهم. ممكن بقى تعمل كل دوت على اي ابليكيشن موجود عندك انت بتستخدمه كتير وواخد منك بيانات كتير، يعني ممكن بقى تجرب فيسبوك، تويتر، اي حاجة من الحاجات دي. طيب تعالوا بقى نعرف بعد ما عملنا كل الموضوع دوت المساحة عندنا بقت كام. متخيلين الفرق؟ كانت 127 بقت 124. 3 جيجا اتمسحوا من الولا حاجة، من غير ما نمسح بيانات، من غير ما نمسح اي صورة، من غير ما نمسح اي اغنية، من غير ما نمسح اي حاجة. لا وكمان سنة المحذوفات دي بيكون فيها ايه؟ حاجات ما اتمسحتش خالص، فانت تروح محدد وتمسح. بس هيفضي معاك مساحة اكتر، 122. يعني احنا فضينا 5 جيجا. انت متخيل الفرق؟ انت لو قعدت تمسح صور وفيديوهات اصلا مش هتفضي ال5 جيجا دول بس دي كانت طريقة بسيطة وسريعة توريك ان انت ازاي تفضي مساحة على موبايلك من غير ما تفقد اي بيانات او اي صور او اغاني او شات او اي حاجة مهمة موجودة على موبايلك. وفي النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت لو حابب نتكلم عن حاجة معينة. سلام.